مع أول يوم رمضان مفيش منطقة في مصر بتخلى من موائد الرحمن. كلنا بنشوفها سواء على ناصية شارع أو جنب مسجد كبير أو في حتة أرض فاضية، والموائد دي ليها حكاية بدأت من مئات السنين. اعملوا لايك وشير ويلا بينا نعرف القصة. روايات كتير قالها المهتمين بتراث رمضان في مصر عن تاريخ موائد الرحمن، لكن الرواية الأرجح إن مائدة الرحمن بدأت في عهد أحمد بن طولون. فبعد ما مسك الحكم كان بيعمل في رمضان مائدة رحمن كبيرة لكبار رجال الدولة والأمراء والتجار. وفي أول يوم رمضان في السنة الرابعة من حكمه طلب من المدعوين على المائدة بفتح بيوتهم وعمل موائد فيها للفقراء والمحرومين ويقدموا فيها اللي بيحبوه لنفسهم طول شهر رمضان. وبعد ابن طولون طور الفاطميين الفكرة فعملوا مائدة كبيرة طولها 175 متر تحت اسم دار الفطرة. وفي عهد المماليك استمرت العادة، وكان السلطان حسن بيقدم كل يوم من أيام رمضان 117 ذبيحة، لأنه بدأ تقديم الذبايح وهو عمره 17 سنة، فزود على الرقم 100 كمان. أما الظاهر بيبرس فعمل سنة طيبة، وهي توزيع دقيق وسكر ومكسرات ولحمة على الفقراء عشان ياكلوا في بيوتهم في رمضان. ومشيت السنين واتنقل الموضوع بعد كده من الحكام لأفراد الشعب المقتدرين. وعلشان الشعب المصري ملوش كتالوج فنلاقي ان الموضوع موقفش عند المسلمين بس، ده حتى الأقباط عملوا موائد في رمضان. أشهرها حاليا المائدة اللي عملها جميل بنايوتي في شبرا مصر. المائدة دي بنقول عليها مدرسة. المدرسة دي بتربي وبتكبر وبتطلع رجال بيحبوا مصر.